لما بنحب نركز على اي عضله في جسمنا بنقول اننا نتمرنها مرتين في الاسبوع ما عدا البطن. عضلات البطن هي الحاجه الوحيده اللي ما تتمرنيهاش كتير. ليه؟ لانها ممكن تكبر. بكل بساطه هتتمرني بطن كتير من غير حساب بطنك هتكبر. يعني ممكن تلاقي جسمك كله بيخس بس بطنك عماله تبرز لبره، ودي بتحصل ناس كتير وبنشوفها كتير في الجيم. طب ده سببه ايه؟ انا اوريدي عندي دهون فوق عضلات البطن، العب انا تمارين بطن كتير اكبر عضلات البطن. دي عضلات البطن ودي الدهون اللي فوق عضلات البطن. تكبر عضلات البطن هتعمل ايه؟ هتزق البطن لبره، فايه اللي يحصل؟ فيحصل بروز في شكل البطن. انت عايزه تركزي على عضلات بطنك، تلعبي تمارين كور كامل مش بطن بس، مش عشان المنطقه كلها تشتغل مع بعضها، ما تبقاش ظهرك ضعيف، عضلات بطنك عماله تكبر وتقوى، بطنك تقوى وتسحب ظهرك فيحصل لك زي تقوس في شكل ظهرك من ورا. يحصل ايه؟ بروز في عضلات البطن. ادي الظهر وادي البطن. كبرنا عضلات البطن وركزنا عليها وقعدنا نلعب بطن كل يوم، فعضلات البطن كبرت، برزت البطن لقدام وخلت الظهر ينحني معاها شويه. حل المشكله بقى بكل بساطه، عدي معايا. 1، لما العب بطن هلعب كور كامل مش بطن لوحدها. 2، ما العبش بطن كل يوم وانا مش عامله دايت. ما العبش 500 عده بطن كل يوم وانا اصلا ما بلعبش كارديو. كور كامل 3 مرات في الاسبوع كفايه قوي وزي الفل. كارديو 3 مرات في الاسبوع لمده ساعه بشده من منخفضه لمتوسطه، حلو قوي وزي الفل. احنا مش عايزين اكتر من كده عشان ننزل الدهون اللي في منطقه البطن وعشان نشد منطقه البطن بس.